الرزق نزل من السماء بسكة الروح تزوج ولا تحبس السلم على النار الرزق تحت ورقنا في المسجد صادق فتوى الإنسان من الوالدين كما دين الإمام والمرق وسلسل لهم في الله الأنبياء كنيسة وقدس الله والسلام الأنبياء وحده وكفاية ربنا قيامتنا وحياة الدار الآتية آمين. نسألك يا حمل الله الذي يرفع خطايا العالم اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايا كثيرة آمين. يا رب وارحم كلهم لأجل السماء. Say
Estos eonas amin. Nesnos teras moel shoymano esmero bidlaos tiro. Yebifata gloria golum intimis mentem shoy shob shoyene. Amin alleluia. منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا ويجعلنا مستحقين أن ننال من شركة الأسرار المقدسة مباركة لمغفرة خطايانا يا رب. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أن نحن نكمل هذا المقدس كل أيام حياتنا وكل سلام مع مخافة كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ما مرض نزر شر كامل الأعداء الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الميت وعن هذا المكان وهذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا ما الصالحات والنافعات فارزقنا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والأقارب على كل قوات العدو ولا تدخلنا في
يكون محال أن يفهم الثالث القدوس الآب والابن والروح القدس في الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية ومن أفوال 12 سنة مناظر إنجيل مرقس الرسول الطاهر والشيخ والقديس ورسول على القديس فورس والقديس أثناسيوس الرسول القدوس كان والشهيد ويسير كان والقديس يوحنا زليل والقديس كيرلس وباسباسيوس وكاتساوريوس ومن أفوال 13 من ذلك بقر سبدي قسطنطينية بعثنا بمسلم مدينة البطريق وبلغة تواضروس الثاني وأخويه في الخدمة الرسولية ماري المنزل كإكرام التالي كريم بطريرك ينتقي أبو الأنباط بطريرك إريتريا وشريكهم في الخدمة الرسول اسمه ملام باسيودس فمن أبي لما حقرتي لنا مبارك مملوك مجد يثبت والآب والابن والروح القدس الآن وكل أقدار آمين. Amen.
لا يظهرن أحد نفسه إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصل جاهلا لكي يصير حكيما، لأن حكمة هذا العالم جهالة عند الله، فإنه مكتوب: الآخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء أنها باطلة. فلا يفتخرن أحد من الناس، فإن كل شيء لكم، إن كان بولس أو أبولس أو كيفا، أو العالم أو الحياة أو الموت أو الأشياء الحاضرة أو المستقبلة، جميعها هي لكم، وأنتم للمسيح والمسيح لله. نعمة الله لا تحل على جميعنا. الكاثوليكون فصل من رسالة معلمنا بطرس الأولى، بركته المقدسة فلتحل على أرواحنا يا آبائي وأخوتي آمين. كذلك أنتم أيها الشبان اخضعوا الشيوخ، وكونوا جميعا متسربلين بتواضع بعضكم لبعض، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة للمتواضعين. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في زمان الافتقار، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. كونوا متيقظين واسهروا، لأن إبليس عدوكم يقول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقوموه راسخين في الإيمان، عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على إخوتكم الذين في العالم. وإله كل نعمة يثبتكم ويقويكم ويمكنكم، له السلطان والمجد إلى الآباد آمين. بيد سلوانس الأخ الأمين، كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله بالحق التي فيها تقومون. تسلم عليكم الصديقة المختارة التي في بابل بمصر ومرقس ابني. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام لكم جميعا أيها الذين في المسيح يسوع. لا تحبوا العالم والأشياء التي في العالم، لأن العالم في العالم يمضي والشهوات وضعه، وأما من يصنع إرادة الله فهذا يثبت
رجل فصيح قدم إلى أفسس مقتدرا في الكتب. هذا كان تلميذا بطريقة الرب، وكان هو حار بالروح يتكلم ويعلم بتدقيق ما يختص بيسوع، عارفا معمودية يوحنا فقط. وابتدى يوحنا يجاهر في المجمع، فلما سمعه بريسكيلا وأكيلا قبلا إليهما وعلما طريق الله بأكثر تدقيق. وإذ كان يريد أن ينطلق إلى أخائية حضوا الإخوة وكتبوا للتلاميذ أن يقبلوه. فلما جاء هذا نفع المؤمنين كثيرا بالنعمة، لأنه كان يفهم اليهود اشتدادا ظهر مبينا لهم من الكتب أن المسيح هو يسوع. فحدث إن كان أبولس في كورنثوس أن أبولس بعدما اجتاز في النواحي العالية لكي يأتي إلى أفسس وجد تلميذا، فقال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد روح قدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد الشعب معمودية التوبة قائلا أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بيسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع. ولما وضع بولس يده عليهم حل الروح القدس عليهم، وطلقوا ينطقون بألسنة ويتنبؤون. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر تحت الزفاف البيع والابتهاج. بسم الله والابن والروح القدس الله الرحمن الرحيم. اليوم الخامس والعشرون من شهر باب المبارك، أحسن الله إقراره وآل علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان مغفورين الخطايا والزلات من كرم رحمة ربي كما آمين. في مثل هذا اليوم تريح القديس الأنبا أبيب صديق القديس الأنبا أبولو المتشبه بالملائكة، وهما من قديسي القرن الرابع الميلادي. كان أبيب تقيا منذ حداثته، يمارس الحياة النسكية وينام على الأرض ميالا لحياة الوحدة، يقضي وقته في دراسة الكتاب المقدس والتأمل والصلاة. كان والده يوبخه وينصحه ألا يكرس كل وقته العبادة حتى يقدر أن ينال مركزا مرموقا في المجتمع كإخوته، فكان يقبل التوبيخ في هدوء وصمت. وكان والده وإخوته يتعجبون من رقة أحاسيسه وهدوئه العجيب. اشتد المرض بوالده، ولما حضرته الوفاة ناداه وقال له: صل يا بني إلى الرب لكي لا يحاسبني على ما سببته لك من أحزان ومضايقات. قد كنت أنت تطلب الله وحده، أما أنا فكنت أسلك بمفاهيم البشرية. وأمسك بيدي ابني وبكى، ثم جمع أولاده وأشار إلى أبيه قائلا: من الآن هذا هو أبوكم ومعلمكم. كما يقول لكم. تأثر الأبناء جدا وتجلت الأبدية أمام أعينهم، بينما كان والدهم يسلم الروح. وبعد نياحته استلم أبيب الميراث ووزعه على إخوته بالعدل، أما هو فأخذ نصيبه ووزعه على الفقراء. انطلق أبيب بعد نياحة والده إلى أحد الأديرة مع صديقه أبولو، حيث سكن كل منهما في قلاية منفردة يمارسان حياة الوحدة والنسك بفكر روحي وإنجيلي. كان يلتقيان من وقت لآخر ليسند بعضهما بعضا في الرهب. مرض القديس أبيب بشدة، فأصر عليه أبولو ليخدمه، فاعتذر له أبيب قائلا: اتركني يا أخي بمفردي مع الرب، وعندما تحين ساعته سأناديك. فذهب من عنده مطيعا لوصيته، عيناه تفيضان دموعا. ولما قربت ساعة انطلاق القديس أبيب من هذا العالم، أرسل يستدعى صديقه أبولو. ولما دخل إلى القلاية سمعوا يقول: اسرع سنلتقي في الفردوس. ولم يجد أبولو فرصة إلا ليقبله، فانطلقت روحه إلى الفردوس. كان القديس أبولو يذكر صديقه أبيب كثيرا في أقواله. وفي تذكار نياحة القديس أبيب قال أبولو لبعض تلاميذه: إن من يصلي للسيد المسيح طالبا صلوات القديس أبيب يستجاب له. فتشكك البعض بسبب كثرة كلامه عنه،
وفي نفس اليوم تريح أحد الرهبان فزال الكل ينال بركته قبل دفنه. وفجأة قام الراهب ووبخ المتشككين في كلام القديس أبولو ثم تنيح بسلام، فامتلأ الكل من مخافة الله. بركة صلوات القديس الأنبا أبي فلتكن معنا آمين. في هذا اليوم أيضا تعيد الكنيسة بتذكار تكريس كنيسة الشهيد يونس الإخلاصي الذي استشهد بطوة، وذلك انه لما انتهى عصر الاضطهاد وتملك الامبراطور قسطنطين سمع بخبر القديس يونس وعن اهتمامه باجساد الشهداء وكتابه سيرهم. امتدح الملك سيره هذا القديس وارسل اموالا كثيره الى مصر، وامر ان تبنى كنيسه باسمه في مدينه الاسكندريه. ولما انتهوا من بنائها نقلوا جسده الطاهر إليها، وكرس البابا القديس ألكسندروس البطريرك التاسع عشر من بطريركة الكرازة المروسية ومعه بعض الأساقفة، وعمل عيدا عظيما بهذه المناسبة. بركة صلوات الشهيد يونس الإخلاصي فلتكن معنا، ولربنا المجد الدائم إلى الأبد آمين. اشتهوا أن يروا أن تضربوا
وتوب علينا كلنا تبصر آذان كلنا تسمع فلنستحق أن نسمع نعم البالغين المقدسة بتلضاد قديسين. اللهم من أجل الإنجيل المقدس يا رب اذكر أيضا يا سيدنا قل للذين آمنوا وسألونا أن نذكرهم بصلاتنا وطلبات وتضرعاتنا التي نرفع إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى يا رب اشفيهم لأنك أنت حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا والمجد لله
وباركتم من الآن وإلى الأبد آمين. جميل أنت يا بولس عندما قلت برسالتك ليس البارئ شيئا ولا الساقي ولا الله الذي ينمي. جميل يا بولس لما تقول حكمة هذا العالم جهالة عند الله. حكمة هذا العالم جهالة عند مين؟ الله، لأنه مكتوب أن أخذ الحكماء بمكرهم، وأيضا الرب يعلم أفكار الحكماء إنها باطلة. حبيبي، لا تعتمد على ذاتك ولا تقول أنا شيء أو أنا هذا، لأن الله هو الذي يعطيك كل هذا. جميل يا بولس لما قلت الحياة أو الموت أو الأشياء الحاضرة أو المستقبلة كلها هي لكم وأنتم للمسيح. والمسيح لمين؟ الله. جميل يا بولس في كلامك. يجي معلمنا بطرس في الرسالة الأولى في كاسيليكون يقول لك إيه؟ أيها الشبان اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض. يعلمنا أن الصغير يحترم الكبير. الصغير يحترم الكبير، كل واحد على قدر قامته. أيها الشبان اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع بعضكم لبعض. عايز يقول لك ان كل شيء بالمحبة بالمحبة بيمشي. كل شيء حبيبي بالمحبة بيمشي، لأن الله يقاوم المستكبرين ويعطي نعمة لمين؟ المتواضعين. جميل أيضا أيها الآباء الرسل الذين أفحمتم كثيرين بكلامكم، عندما قالوا فبماذا اعتمدتم قالوا معمودية يوحنا، بدأوا يوضحوا إن يوحنا عمد الشعب معمودية التوبة، لكن قال عبارة جميلة. ما فرحش يوحنا بذاته وقال أنا اللي عمدت، لا، قال إيه؟ هيأتي بعدي من هو كان إيه؟ قبلي الذي لست أهلا أن أنحني وأترك سيور إيه؟ سيور حذائه. وإذا بيعلمنا الرسائل النهارده حاجات في منتهى الأهمية لكل من يريد أن يرث الحياة الأبدية. يا حبيبي اللي عايز تورث الحياة الأبدية لازم يكون اعتمادك كله على الله، رقم واحد. رقم اتنين، لازم تتحلى بالتواضع والمحبة. رقم ثلاثة، تعرف ان فوق العالي ما هو ايه؟ ما هو اعلى. يجي معلمنا لغة يوضح لنا رؤية الانسان للابدية كمستقبل لحياته، عندما قال رب المجد يسوع مثل وكيل العزبة اللي كان سيده مؤتمن على العزبة. هذا الوكيل أحبائي حس إن خلاص الوقت هينتهي، وحس إنه خلاص هيطلع من عمله وهيطرد منه. قال طب لما أسيب العمل ده والشغل ده، إيه اللي أنا عملته بعد ما أسيب الشغل؟ بدأ يجمع الناس، اللي عليه مش عارف 100 يقول له هات 50، اللي عليه 80 يقول له هات 40. يعني عايز يكسب الايه؟ يكسب الناس في صفه. فجه الوكيل امتدح حكمة هذا الرجل وليس تصرفه. امتدح حكمته ان بص لرؤيته فيما بعد، بص لنظرته فيما بعد ان يترك الوكالة هيروح فين؟ فحب يعمل ليه اصدقاء لما يسيب الشغل ده يلاقي الناس ايه؟ حبايبه موجودين. هكذا احبائي رؤية
الإنسان لابد أن تكون واضحة لمستقبله بعد أن يخرج من هذه الحياة. يا حبيبي، هتخرج من هذه الحياة، يا ترى عملت ليك أصدقاء بعد كده ينادوا باسمك ويصلوا من أجلك ولا لا؟ عشان كده الكتاب قالها انظروا لنهاية السيرة. امتدح حكمته في انه بص لحياته فيما بعد، قال انت حبيبي والانت والانا ننظر لحياتنا بعد ان نخرج من هذه الحياة ولا لا؟ يا حبيبي، سيأتي اليوم الذي ستترك فيه كل ممالك هذا العالم. هيأتي الوقت الذي تترك فيه المال والجاه والمنصب وي 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 وي. هيجي الوقت اللي هتسيب فيه كل شيء، وهيجي الوقت اللي هتترك هذا العالم فيه. بل الأرض كلها ليست ملك الإنسان، بل هي ملك المين؟ لله. يا حبيبي، الإنسان الأمين في القليل أمين أيضا فين؟ في الكثير. ما فيش حاجة اسمها ده ولا ده، لا يا حبيبي. أمين في حاجة قليلة هيقيمك سيدك على الكبير. هتكون ظالم في القليل كالمعتاد هقول لك شيل فوق دماغك. على رأي معلمنا قداسة البابا شنودة الثالث بين يحرم لما قال عبارة يقول لك كن مظلوما لا ظالما، كن مصلوبا لا ظالما. يا حبيبي، يا حبيبي، بص لرؤيتك بعد أن تترك هذا العالم وتخرج من هذه الحياة. ما تفرحش بحياتك على الأرض قوي، ما تفرحش بيها. الكتاب قالها واضحة وصريحة، قال لك ما يزرعه الإنسان هي يحصل. اللي هتزرعه يا حبيبي هتلاقيه، لأن الله ليس بظالم أن يظلم أحد، ولكن يأتي اليوم الذي يعطى فيه كل واحد حسب عمله. عشان كده ربنا قال في رسالة معلمنا لوقا اصنعوا لكم أصدقاء من مال الظلم. يا حبيبي، المال الظلم هي الأموال التي نكون قد ظلمنا بها حياتنا. يعني واحد يظلم حياته كل همه لنفسه بس، وظلم ناس كثيرين. اللي يظلم سين وصاد وعين لحساب نفسه بس. هيجي الوقت يا حبيبي الذي تعطى فيه حساب عن كل أفعالك، كل خطوة، كل نسمة، كل كلمة بطالة تعطونا عنها حساب يوم الدين. مش واحد يقول أصل ما فيش حد شايفني. لا حبيبي، ده أحد الشعراء أحمد شوقي أمير الشعر يقول لك يقول لك وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا وسيبلى بأظلم. يعني ما فيش إيد إلا إيد ربنا فوقيها. ما فيش إنسان ظالم إلا إله اللي هيظلمه أضعاف كما قال الكتاب المقدس بالكيل الذي تكيلون به يكل لكم ويزاد. يعني هتكيل واحد مكيال خير، هتلاقي ربنا هيبعت لك اللي يديلك أكيال من الخير. هتكيل واحد مكيال ظلم، هتلاقي اللي هيكيل لك مكاييل ظلم. يا حبيبي، خلي بالك ما يزرعه الإنسان يحصد. عشان كده ربنا قال عبارة جميلة
لا يقدر أحد أن يخدم سيدي، لا إما الله لا إما الإيه؟ لا إما المال ونفسك بقى ومع نفسك شيل. وأنا بقولها للناس في كل مكان وفي كل وقت، اللي يقدر يحمل إيه؟ شيل يا حبيبي، شيل براحتك، بس هيجي الوقت كما قال الكتاب المقدس لكل شيء تحت السماء إيه؟ تحت السماء وقت. وكما قال أيضا الحكيم في كتابه للكلام وقت وللسكوت إيه؟ وقت. وكما قال الله في كتابه أيضا يدافع عنكم وأنتم إيه؟ وأنتم صامتون. عشان كده يا ليتنا نتمثل بهذا الوكيل لهذه العزبة الذي نظر إلى مستقبل حياته بعد أن يخرج من هذا العالم أو من هذا العمل. يا ريت كلنا نبص لحياتنا بعد ما نخرج من هذا العالم، هل هنلاقي محبة ولا مش هنلاقي محبة؟ يا حبيبي، الإنسان صانع مصيره. أنت صانع مصيرك وأنا صانع مصيري. هتقول لي إزاي ده ربنا اللي بيصنع المصير؟ لا يا حبيبي، المقصود بهذا الكلام أنت صانع مصيرك بعد خروجك من هذا العالم. المقصود بها المصير الأخير. كل ما تصنعه على هذه الأرض هو الذي يؤهلك لصنع مصيرك بعد خروجك من هذا العالم. يا إما مصيرك في الشرق يا إما مصيرك في الغرب. وأنت حكيم نفسك. ربنا يديكم الحكمة كما قال معلمنا داود النبي: فم الصديق يتلو الحكمة ولسانه ينطق بالحكم. لسان الجميل لسانه ينطق بالحكم. ومن يستر معصية غيره يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. اللي يستر معصية غيره هيطلب محبة، واللي يقعد يتكلم على معصية غيره بين الناس يفرق بين الأصدقاء. وهذا ما يقوله الحكيم في كتابه: حبيبي أنت حكيم نفسك. ربنا يديكم الحكمة، يديكم المحبة الكاملة، لأن حينما تصل إلى المحبة تكون قد وصلت إلى مين؟ إلى الله، لأن الله محبة له كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين. Yurios nimni isni ma bitkanin hom bilani buntabim يبن اليوم سوى من زيك واصطفى بنون مضائبي بالتقبيناني والطبيب بشوي سيري يبن اليوم سوى من بطلي رشيد بابا بكير الموت في مصور تبكان المبيناني بني مرود جيف يود الشيرين بلبلب ما يصوت الرياس جيك قلب واشتم مستديونا
بقية نؤمن بإله واحد الله الآب خالق الكل خالق السماء والأرض لا يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولد من الآب قبل كل النور نور بالنور لا حق إلى حق مولود غير مخلوق سولنا في النار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أيدينا نحن من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء هذا الصلوان على الراس الرمتي الموقف رقم للأموات في اليوم الثالث يوم الكتب وصعد إلى السماوات وجلس على اليمين وأيضا يأتي بمجده بيدين الأحياء والأموات الذي ليس مكان قضاء نعم بالروح القدس هذا ولي الله في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية مقدسة لكي ننال بغير وقوع في دينونة من موهبة غير المائدة السمائية بالمسيح يسوع ربنا. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة المقدسة. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا على هذا الرسم قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصت. شفاعة والدتك
لا القديس مريم يا ربنا إملانا نسجد لك أيها المسيح والروح القدس بأن خلصتنا الرب مع جميعكم ومع روحك أين هي مستحق وعادل مستحق وعادل لنا حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب لله الحق الكائن قبل الظهور والمالك إلى الأبد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس شبه يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة الرئاسات والسلطات والكراسي والأرباب والقوات وإلى شر كنتم أنت هو الذي يقف حولك الشاربين الممتلئون عيوانا والسرابيم ذو الستة الأجنحة يسبحونك الآن بغير سكوت قائلين الشيروبيم يسجدون لك والسرافيم يمجدون صارخين قائلين قدوس
قدوس قدوس قدوس بالحقيقة يا رب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عن قدر الانقضاء، بل تأتنا دائما بأملاك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلم وزرار الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص، ونعم علينا بالميلاد الذي من فوق وسطنا، ورجعنا إلى شعب مجتمعا وسيرنا طهارا بروحك القدس، هذا الذي أحب خاصة الذين في العالم أسلم ذاته فداء عنا للموت الذي تملك علينا، هذا الذي كنا ممسكين به مابعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم عن طريق الصليب. ورسم يوما للمجازاة الذي يظهر فيه ليدين المسكونة بالعام، ويعطي كل واحد كنحو أعماله. برحمتك يا رب وليس الذي للتقوى، لأنه فيما هو رسول يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يدي الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دنسين الطوبويتين المحيياتين، نؤمن أن هذا هو بالحقيقة ونصر إلافه. نعزم لك يا الله فهو سيد كل واحد اطف شبه موت أفز مورون إفراج يزنمون. آمين بصدق منك وبلغ منك ضبصاته ورسول الأطهار المقربين قائلا خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا، هذا اصنعوا لذكري. هذا هو بالحقيقة
السماوات والماء وشكرا الكنيسة يا رب ارحم
الذين يرونهم ثبتهم عاقبا للإكليروس نسكا للرهبان والراهبات للذين في البتولية حياة صالحة للمتزوجين رحمة للتائبين صلاحا للأغنياء نجاحا للطلبة وعملا للمحتاجين صلاة للفضلاء معونة يا رب للمساكين الشيوخ قويهم والذين في الحداثة أدبهم فالمؤمنين أرضهم لتنقل انقسامات الكنيسة اللهم للبدع ونحن كلنا يحسبنا في وحدانية التقوى لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ولقد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء اذكر يا رب سلام كنيستك واحدا وحيدا مقدسا جامعا رسوليا بالدم الكريم الذي لمساك احفظها يا رب بسلام وجميع أصحاب ونصوصنا الذين فيها وهو الرزق يا رب أبنا الطبع المكرم رئيس مصاف وبطريركنا بابا الأنبات عطرس الثاني وأخويه في الخدمة الرسولية مال النصر إفرام الثاني كريم بطريرك انطاكيا وابونا بعض بطريرك إريتريا وشريك خدمة الرسول رسولنا الأنبات والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامة عن ينبي معلق السجن المقدس ليرعوا قطيعك بسلام اذكر يا رب القمامسة والخصوص الأرسل والشمال وكل الخدام وكل الذين في البتولية طهارة كل شعبك المؤمن اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا ارحمنا يا الله لا ضابطا اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل الموضع كل زيارة آبائنا العرس الرسول Amen.
بك إلى الأب معك قائلين ارحمنا انعم على شعبك بوحدانية القلب اعطي طمأنينة للعالم اعتدالا حسنا للهوى ففضل يا رب الزروع والعشب ونبات الحقل بهذه السنة فرح وجه الأرض يا روح حصاد تكسر أسمارها عند الزرع والحصاد ودبر يا رب حياتنا دبر يا رب حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنشلت تعطيهم طعما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل جسد ابلى قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن ايضا اذ يكن لنا كفاف في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح شفاء للمرضى راحة للمعوازين إطلاقا للمسبيين قبولا للآيتين مساعدة للأرامل المتضايقون اشبعهم بالخيرات يا رب ارحم الساكتون يا رب راكمهم والقيام يا ربي ثبتهم الراكدون اسكنهم المعترفون اقبل إليك اعترافي يا رب ارحم الخطى الذين تابوا عدهم مع مؤمنين
الملائكة ومؤمنوك عدهم مع شهدائك الذين هاهنا اجعلهم يا ربي متشبهين بملائكتك أيضا المدعوين بنعمتك إلى خدمتك ونحن غير المستحقين اقبلنا والذين قدمت بواسطتهم آتهم كلهم إلى دار السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء بعد القديسين رؤساء الآباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيل والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوءة مجدا العذراء كل حين والدة الإله الطاهرة القديسة مريم وقديس عنا الصادق المعمدان والشهيد وقديس بانوسا وللشمامسة وللشهداء وقديس مرقس الرسول الطاهر الإنجيلي والشهيد والبدر القديس ساويروس والقديس كيرلس والقديس باسيليوس والقديس غريغوريوس وابانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار الأنبا بولا والثلاثة أنبا مقارات القديسين وابانا أنبا يحنيس وابانا أنبا بشوي وأبوينا القديسين الروميين مكسيموس ودوماديوس و49 شهيدا والقوي القديس أنبا موسى والقديس إيسيزوروس وأبانا أنبا بخوم رب الشركة وأبانا أنبا شنوضة رئيس المتوحدين وأبانا أنبا نبير السائح وأبانا أنبا صموئيل المعترف وأبانا الصديق القديس بولس الرسول والقديس أبو فام الجندي الأسيمي سريع الندامة لقرقس الروماني والعجيب في القديسين مريمين والقديس فيلوباتير ميركوريوس أبو سفين والقديسين العظيمين أباكير ويوحنا والأمير تدرس المشري والأمين تدرس الشبين والقديس أبان بن إيسي والقديس يوحنا السنوتي والقديس الأنبطرس السائح والأنبا تكله هيمانوت الحبش القس والقديس أبو فانا المتوحد والعظيم في البطارك على كل الصلاة البابا كيرلس السادس والأرشدياكون حبيب كرجس رئيس الشمامسة كل مصاف قديسي هؤلاء الذين
الذين برسالة وطلبتهم ارحمنا كلنا وانقذنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا. من جيل إلى جيل
يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس بركة وسلام لجميعكم. لأنه جعلنا للآن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه القدوس. هو أيضا فلنسأل رجالنا مستحقين لشركة وصعود أسرار إلهية غير المائتة. الكل الرب إلهنا. آمين آمين. صلوا يا برحان البركة والسلام والمتعجب منه بالله. حافظ عهده ورحمته للذين يحبونه بكل لقلبهم، الذي أعطانا الخلاص من خطايانا بابنه الوحيد ربنا يسوع المسيح، حياة كل أحد يا معين الملتجين إليه ورجاء الذين يصرخون نحوه، الذي يقف أمامه ألوف الألوف ربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين، الشيروبيم والسيرافيم وكل الجمع الغير المحصى الذي للقوات السمائية. اللهم الذي قدس هذه القرابين الموضوعة بحلول روحك القدوس عليها وطهرتها، طهرنا نحن أيضا يا سيدنا من خطايانا الخفية والظاهرة وكل فكر لا يرضي صلاحك يا الله محب البشر، فليبعد عنا.
أرحامنا وأفكارنا ونياتنا لكي بقلب طاهر نفس المستنيرة وشكاية المسيح إيمان بالأنية محبة كاملة رجع ثابت نكسر بدالة بغير خوف نطلب إليه يا الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمسلمين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد الأبد آمين. مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدوس آمين. واحد والابن القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس إيرني باسي جسد مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا آمين. مقدسون وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أخذه من سيدتنا ملكتنا كلنا والابتلاء القديسة الطاهرة مريم وجعلنا عن ملوك بين اختلاط وانفزاج وتغيير واعترف الأدرم الحسن في الأرض الصمد والسماء والعرش في المقدسة بإرادة وضعنا كلنا بالحقيقة أؤمن
أن الموت لم يفارق نفسه لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفران الخطايا وحياة بديل من يتناول منه أؤمن أن هذا هو في الحقيقة آمين. آمين آمين آمين. أؤمن إن هذا هو بالحقيقة آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من الأسرار المقدسة السمائية. يا رب ارحم.